لا اله الا الله، لا اله الا الله. معلش يا زمالك يا اخويا، هي كده الفرق الكبيره بعد ما بتكسب خمسات تلاقيها بتتعثر في المباريات اللي بعديها. حبايب قلب خوخه، مش من عادتي ان انا اطلع اعلق على خساره الزمالك او تعادل الزمالك او اي حاجه ليها علاقه بالزمالك، علشان انا في ناس زملكاويه محترمين بيتابعوني. انا مش محتوايا ان انا بحفل على الزمالك، انا يعني محتوايا ان انا بخليني فريق، لكن في حاجات لما بتزداد عن حدها لازم اطلع ارد، لاني انا لو ما ردتش هنفجر. يرضيكوا خوخه تنفجر، ما يرضيكوش اكيد. طبعا الزمالك من كام يوم كسب كهرباء الاسماعيليه 5، وانا من الناس اللي ما طلعتش اتكلمت في اي حاجه على مكسب الزمالك، لان حقهم ان هم يفرحوا. في ناس طلعت قالت وما خدوا كاس العالم هو في ايه احتفال غير طبيعي ومش عارف هاتوا لنا حاجات كده بقى غريبه. قلت وانا بيني وبين نفسي قلت حقهم، ناس كسبانه عندها حوارات في ناديها ان هم يكسبوا يحتفلوا. انا ماليش علاقه، طول ما الموضوع ان الاهلي ملوش علاقه بالموضوع فانا ماليش علاقه ان انا يعني اجادج عليهم. جود لك في اي حاجه ما دام هم كده كده اصلا مش الغريم بتاعي، ما بينافسونيش. عارفه ان هم في الدوري الثاني عشان بس ما حدش، هم عامه الثاني الاول، فيعني ايه الدوري المصري يعني كله بيعيش الوهم والاهلي بياخد الدوري، حتى لو الاهلي في احسن حالاته، فكده كده الزمالك ما بيشغلنيش. فاهمين القصد؟ فلقيت نغمه ايه بقى، تعالى شوف يا اهلي الزمالك ازاي يكسب في ظل الازمات ب5. طب دي بقى ايه؟ اسمها بجاحه، والله اسمها بجاحه. دلوقتي في نغمتين ماشيين، لو الزمالك كسب، شوفوا الزمالك كسب رغم الازمات والصعوبات، رغم ان كيلو الفراخ بقى بكام. طب خسر، خش علينا يا ابني بنغمه وانزل لنا بنغمه. احنا عندنا ازمات، ما عندناش لعيبه، احنا حد يستحمل اللي بيحصل ده؟ احنا بنتكربج. هو دي بقى البجاحه. اتدخل النادي الاهلي في قصه ليه؟ امبارح بعد تعادل النادي الاهلي مع شبيبه القبائل، البجح اللي مش عارف يلعب دوري ابطال افريقيا طالع بيبجح، طالع بيتكلم عن النادي الاهلي وعمال يحفل على النادي الاهلي لمجرد ان هو كسب 5 مباراه كهربة الاسماعيليه. يا شيخ انت ايه؟ والله العظيم انتوا ايه؟ يعني في ناس كده انا ما اعرفش العقليه بتاعتهم، البرمجه ايه؟ فلا لما يجي سيره النادي الاهلي اطلع ارد عشان انت بجح. انا ما بحبش البجاح. ما هو الرد على، ما انا اقول لك في مثل بيقول لك الرد على السفيه السكوت، مثل تاني بس مش هينفع اقوله. بس في ناس لما بتسكت لهم بيفتكروا نفسهم ان هم صح، بيطعبان فانا بتعصب. النهارده الزمالك بيخسر من زيسكو، اول 3 نقاط لزيسكو على قفا الزمالك. والله يعني دي حاجه حد ذاتها ضحك. طبعا هم نازلين بنغمه ان هم عندهم ازمات وصعوبات وكيلو انا بفهم. مستنيه الكومنت بتاع انت مال. لا انا ما كانش مالي، انتوا اللي كان مالكم، يعني انتوا اللي كان مالكم امبارح واول انا براحتي، عشان انتوا اللي اتدخلتوا الاول فيما لا يعنيكم، فلازم تسمعوا ما لا يرضيكم عشان انا اتخنقت منكم. في عقليه كده انا ما بعرفش يعني ما بعرفش اسكت لها. المهم المباراه القادمه للزمالك هتكون مباراه الزمالك وكايزر تشيفز. طبعا عشان النادي الاهلي نادي الدوله معروفه، تم نقل مباراه الزمالك وكايزر تشيفز بدل ما هيكون المباراه في استاد القاهره اتنقلت لاستاد السلام، عشان اعظم نادي في الكون هيلعب على استاد القاهره. مباراه الاهلي والجيش الملكي، مباراه في دوري ابطال افريقيا. روح يا زمالك يلا على استاد السلام، يلا هش رش ميه. طبعا الزمالك بيطلب الساعه كامله مباراه الزمالك وكايزر تشيفز. في حاله المصري عنده مباراه مع زيسكو، في حاله فوز المصري على زيسكو في القاهره هنا تعادل او خساره الزمالك وكايزر تشيفز، ودع الزمالك الكونفدراليه من دور المجموعات. مش هتكهن ولا هتوقع مين يكسب او مين يخسر، ما يشغلنيش. وصل لربع النهائي ما يشغلنيش برضو، لان هو كده مش هياخد كونفدراليه اصلا. انا عن نفسي اللي انت بتحفل عليا عشان كسبت الكهرباء الاسماعيليه 5، انا كده صعدت. يعني رغم في ناس كده حافظين مش فاهمين، يعني برغم ان انا اتعادلت امبارح مع شبيبه القبائل فانا كده صعد. يعني مباراه الاهلي مع الجيش الملكي دي ما هي مجرد ان احنا نصعد قوي. طبعا دي حاجه انتوا ما تعرفوهاش، ربنا يديمها عليكم نعم. ولكن الخلاصه، اول حاجه الزمالك هيروح يبوس ايد عبد الله السعيد ويبوس كل ايدين الناس اللي متنمرضه عليه، يجي في الاخر يقول لك اصل الامام بيحكم النادي الاهلي. دي معتقدات في دماغهم هم. تاني حاجه احتفل بفوزك بس ما تبقاش بجح، احتفل بمكسبك بس مالكش دعوه بالاهلي عشان انت بجح زياده عن اللزوم. اقول لك على حاجه، انا بقيت واحده من الجماهير الاهلي النقاش معاهم ما ينفعش، فرق بطولات فرق عقليات، ده بامانه والله.